اذا تفرجتي هذا الفيديو كملتيه مستحيل راح يزيد يفشل معك المطلوع، راح تولي محترفة في تحضير المطلوع هذا بالسميد فقط. جبت لكم كل الاسرار كل النصائح، طريقة معتمدتها وجامي نبدلها. تبعي فقط الفيديو حتى النهاية وراح تتعلمي المطلوع ان شاء الله. عندي سميد يكون شوية رقيق، ما يكونش رطب بزاف، ما ديروش هذاك السميد تاع الشخشوخة، ديروا السميد شوية يكون امتن عليه. درت منه 4 كيسان يكونوا ممسوحين، ضفت عليه مغرفة كبيرة سكر، مغرفة ونص خميرة تاع المطلوع، مغرفة ممسوحة ملح. نخلط هذاك السميد والملح هذاك نضيف له الماء راح نمد لكم حتى هو بالمقدار المضبوط. ضفت له 2 كيسان، ما داليش 2 كيسان كاملين. المهم بقى لي منه شويه برك، من بعد نعجن به. بعد ما شمختو راح نخليه يرتاح حوالي 4 ساعة ونبدا اعجنوه حوالي 10 دقائق، ومره على مره ضيفوا له هذاك الماء اللي بقى لكم بهذا الشكل حتى تولي لكم عجينه طريه. والمقدار كامل تاع الماء 2 كيسان وحوالي شويه فقط من الكاس الثالث، حوالي 2 كيسان وربع كاس. هنا شوفوا القوام تاع العجينه، درت لها شويه سينوج اختياري، راح ندخلوا في هذاك كما راكم تشوفوا في هذاك المطلوع، وراح نضيف عليه حوالي 2 مغارف نتاع زيت وندخلهم في هذاك المطلوع مليح حتى يندمجوا. ومن بعد راح نشكلهم على 3 كرات، دارت لي 3 مطلوعات ونحطهم يرتاحوا حوالي 7 دقائق، ومن بعد نقلبهم ونزيد نخليهم حوالي دقيقه ونبدا نقرص فيهم. يعني اللي تحب الطريقه مفصله وماهيش مسرعه تلقاها في قناتي على اليوتيوب، حلويات سهله وسريعه أملينا. كما قلت لكم هنا بعد ما خمروا معايا رايحه نبدا نحلهم بهذا الشكل. وفي هذا الوقت بعد ما تحلوهم حطوا الطاجين يسخن ونقصوا له للنار هكذا باه يسخن معكم الطاجين مليح، لانه المطلوع لازم يطيب على درجه حراره تكون مرتفعه. الوسط فقط نقصوا له شوي، اما الجناب زيدوا له يعني على اقصى درجه. كما شفتوا معايا بعد ما قرصت المطلوع ابقوا تقلبوا به، ونمد لكم الطريقه يعني شوفوها في اليوتيوب باه ما يلصقش معكم في الطرشونه. المهم بعد ما اختمر راح نطيبه بهذا الشكل، يعني طريقه الطياب كل وحده طيب كما تحب. انا نحب نطيب بالموس صراحه، تجيني طريقه سهله. هنا راح نزيد نحمر له الجوانب كما راكم تشوفوا. وهنا هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما طيبناه. هنا كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه تاعي في الطياب. وصراحه هذا المطلوع يجي خفيف مقطن، مستحيل نبدل انا هذه الوصفه تاع مطلوع السميد بدون فرينه، بدون يعني اي مكونات جديده، بالطريقه التقليديه الاصليه. جربوه ورايحه تولي ان شاء الله محترفه في صنع المطلوع. مالك غير تخلي لي قلب هنا ومتابعه، وزيدي ادخلي قناتي في اليوتيوب، خلي لي اشتراك، راح تستفادي ان شاء الله. مع السلامه.